يزور المبعوث الأمريكي إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان أثيوبيا لمدة يومين لبحث سبل إيجاد حل سلمي بعد تفاقم وتيرة القتال بين القوات الحكومية وقوى جبهة تحرير تيغراي. بالتزامن أعلنت الحكومة الإثيوبية بعد مرور عام على حرب تيغراي أعلنت أنها تخوض حربا وجودية، مؤكدة أنها أوشكت على الانتصار فيها. إلى أين تسير الأزمة في إثيوبيا؟ وهل يتجاوب أطراف النزاع مع الوساطات الإفريقية والدولية لحل النزاع وتجنيب البلاد كارثة إنسانية؟ على وقع تفاقم الصراع في إثيوبيا وارتفاع ضراوة القتال بشكل مفاجئ بين القوات الحكومية من جهة وجبهة تحرير تيغراي وحليفها جيش تحرير أورومو من جهة أخرى، تشكل زيارة المبعوث الأمريكي إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان فرصة للدعوة إلى إيجاد حل سلمي في البلاد بعد تجديد الخارجية الأمريكية الدعوة لكافة الأطراف المشاركة في الصراع إلى وقف العمليات العسكرية وبدء حوار من أجل وقف إطلاق النار. الزيارة التي تستمر يومين تزامنت مع إعلان السفارة الأمريكية في أديس أبابا الخميس إجلاء الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم بسبب تصاعد النزاع في إثيوبيا. وجاء إعلان السفارة الأمريكية في وقت توعد فيه رئيس الوزراء آبي أحمد مقاتلي جبهة تحرير تيغراي، متعهدا بالدفاع عن البلاد وعدم السماح بتحولها إلى ليبيا أخرى أو سوريا أخرى، وسط أنباء عن تقدم قوات الإقليم باتجاه العاصمة أديس أبابا. وما بين التهديد المتبادل والتحضير للمواجهة، كشف تحقيق مشترك بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وإثيوبيا عن وحشية قصوى تطغى على النزاع في إقليم تيغراي الدائر منذ نحو سنة، مشيرا إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها كل الأطراف المتحاربة. في هذا الوقت ارتفعت وتيرة الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار بعدما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه تحدث مع آبي أحمد لعرض مساعي الحميدة لتهيئة الظروف للحوار حتى يتوقف القتال، في حين دعا رئيس كينيا المجاورة إلى وقف فوري لإطلاق النار وبدء حوار وطني جامع في أسرع وقت ممكن. أناقش هذا الملف مشاهدينا مع ضيفي من أديس أبابا الباحث في الشؤون الإثيوبية والأفريقية عبد الشكور حسن، ومعي من ستوكهولم الناشطة من إقليم تيغراي سعاد عبدو. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. أستاذ عبد الشكور حسن، أريد أن أبدأ معك. وساطات أفريقية وأخرى غربية وأيضا مسؤول أمريكي يحضر إلى إثيوبيا، كل هذه التشكيلة ألم تستطع أن تؤثر على إيقاف القتال، وهي الدعوات المتكررة لإيقاف القتال بين جميع الأطراف؟ أهلا وسهلا بك وبضيفتك وبمشاهديكم أهلا. الكرام. أعتقد الدعوات هذه هي دعوات خجولة وليست جادة حقيقة. أنا على المستوى الرسمي الأثيوبي عندما تطرح مثل هذه القضايا، عن الموقف الأمريكي وحتى والاتحاد الأوروبي ينظر إليه رسميا في أثيوبيا بأنها عن هذه الأطراف هذه متواطئة وتحابي الجبهة على حساب كيف ذلك؟ الحقوق، على حساب سيادة أثيوبيا لمصالح ولاستراتيجيات حقيقة. أنا أقول لك على هذا بالذات على المستوى الرسمي. يبقى الضحايا هم مواطنون وأهلنا في حقيقة. لا أستاذ عبد الشكور، لو سمحت لي حتى أفهم هذه النقطة جيدا. تقول حضرتك بأن كل هذه الدعوات تأتي بشكل خجول، والموقف الرسمي الإثيوبي يعتبر بأن كل هذه الأطراف التي دعت لإيقاف إطلاق النار هي متواطئة مع جيش تحرير تيغراي. هل هذا ما تقوله؟ أنا أقول لك على المستوى الرسمي الأثيوبي والخطاب الذي في الشارع الأثيوبي يصف المواقف الغربية بالذات الأمريكية بأنها فعلا تريد أن تخضع أثيوبيا وتجبر أثيوبيا ضد مصالحها وضد سيادتها بما ينتقص من مصالحها. هذا هو الخطاب العام، هذا هو الشارع
الاثيوبي يعني طيب الحديث الذي الدعوات هي كانت يتداول لجميع الأطراف لدى بإيقاف إطلاق النار، يعني لم تطلب هذه الأطراف من الجيش الإثيوبي إيقاف إطلاق النار وترك جبهة تحرير تيغراي بالتقدم أو حتى دخول العاصمة أديس أبابا، يعني كل الدعوات كانت لإيقاف إطلاق النار من يعني الجميع. ما يتداول يعني انا انقل لك الشارع نعم. الخطاب بالذات لدى النخب السياسيه الاثيوبيه بالذات المحسوبه على الحكومه، يعني عندما يكون هناك يعني في العمل ميدانيا لصالح الجبهه الشعبيه لتحرير تيغراي، يكون هناك صمت مطبق وليس هناك حديث عن ازمه انسانيه وليس عن انتهاكات. وعندما تكون المبادرة زمام المبادرة في صالح الحكومة الأثيوبية، يعني يضج العالم والإعلام الدولي ويتحامل على أثيوبيا. فأنا أقول أنا لو جيت على المستوى الشخصي وجهة نظري الشخصية، يعني العالم بعقلائه وبالخيرين بإمكانه أن يضغط على الحكومة الأثيوبية وايضا على يعني قيادات الجبهه الشعبيه لتحرير تيغراي لوقف حمام الدم الذي يعني حقيقه يعني يؤلمنا يعني طيب. ولا استطيع التحديث اكثر من طيب هذا. إذا أنت تدعو إلى الضغط أكثر على جميع الأطراف لإيقاف ما وصفته بحمام الدم في إثيوبيا. أذهب إلى ستوكهولم، ضيفتي من هناك أستاذة سعاد عبدو. بالنسبة لهذه الدعوات التي استمعنا إليها من الجار الإفريقي وكذلك الدول الغربية والولايات المتحدة لضرورة إيقاف إطلاق النار، تحدث ضيفي عن الموقف الرسمي يقول بأن هناك تواطؤ من هذه الدول مع جبهة تحرير تيغراي، كيف تعلقين بداية؟ أولا مرحبا بك وبضيفك ومشاهدين القناة الحرة جميعا في كل العالم. أشكركم على الضيافة. أولا أول نقطة أحب أن أذكرها عندما قال الأخ الكريم سيادة إثيوبيا، يعني نحن ما زلنا إثيوبيين، والجبهة الشعبية هي أحد المنافسين الأساسيين في سياسة إثيوبيا كغيره من الأحزاب الأخرى، وكانت هي لها دور كبير في إدارة البلد أيضا. فنحن لسنا غرباء جايين من بلد آخر، بالعكس من أدخل الغرباء فهو أبي أحمد عندما أدخل إسياس أفورقي وجنوده وإريتريا، تعدت على سيادة إثيوبيا ولم يتكلم عن هذا الأمر. لكن نحن شعب إثيوبيين ما زلنا، نحن شعب تيغراي شعب إثيوبيين، وهذا التواطؤ الذي يقول عنه نحن الآن صار أهل تيغراي ليس فقط سنة 4 سنوات وهم محاصرين من كل الجوانب، والآن خاصة هذه السنة أيضا لا يكفي أن يحاصروا بالمجاعة، إنما بالقنابل، يضربون بالقنابل. وكل القوات اللي تكلمنا عنها كم مرة، قوات كثيرة جدا دخلت على تيغراي. طيب حتى يتم إيقاف حمام الدم، هذا الاقتتال الداخلي في إثيوبيا، هل يعني تريدون أو يريد الإثيوبيون كمواطنين أتحدث أن تضغط هذه الدول بشكل أكبر على جميع الأطراف المتحاربة، أم أنكم تحملون المسؤولية وتغضون الطرف عن ما يقوم به جيش تحرير تيغراي؟ نحن اليوم كنا في مظاهرات، كم مظاهرات في أمريكا عملنا عشان يتدخلوا، كم مظاهرات لا حصر لها أن يتدخل الأمم المتحدة، أن تتدخل العالم، أن يوقفوا هذا الدم. نحن طلبنا من أول يوم أصلا حصل هذا الشيء، لكن هم تواطؤوا أو ما أعرف الشيء في أنفسهم، ما أعرف، لم يضغطوا على أبي أحمد. والآن هو يعني سنة كاملة على موت أبرياء واغتصاب نساء، هو يحتفل بهذا الدماء الذي كان سببها. فنحن شعبنا لا يفعل شيء إلا أنه يدافع عن نفسه، ويريد أن تفتح السبل من أجل أن إيصال للناس الأكل. مسكر عليهم الكهرباء ولا يوجد هناك ماء، لا يوجد هناك مستشفيات، ضربوا المدارس. الأطفال صار لهم 2 أو 3 سنوات الآن لم يذهبوا إلى المدارس. فهذا ظلم، يعني حتى أهل إثيوبيا كلهم لا يمرون بهذه المشكلة. فبالتالي نحن نطالب بشيء أساسي، المفروض فيما بعد
ممكن الجلوس على الطاولات والتفاهم على الخلافات السياسية. أما في بداية المفروض الآن أن يوقف كل شيء، لكن أبي أحمد لم يوقف. اليوم كان في ضرب بالقنابل في تجراي، اليوم كان في ضرب بالقنابل، لماذا لا يوقف هو؟ طيب أستاذ عبد الشكور، نعم أستاذ عبد الشكور حسن، هل يتعمد رئيس الحكومة أبي أحمد استفزاز الغرب وكل من يريد التدخل لإيقاف هذه الحرب من خلال يعني زيادة العمليات العسكرية؟ لم تثر هذه القضية بهذا الشكل من قبل رغم أن الحرب كانت قائمة إلا بعد أن تم ربما إيقاف جميع المساعدات، يعني لا تستطيع أي جهة إيصال مساعدات إلى السكان المحليين هناك. ما الغرض من ذلك؟ إذا كانت لديه قضية عادلة لمحاربة جيش تحرير تيغراي ويعتبرهم متمردين، ماذا عن السكان؟ لماذا لا يسمح بإيصال هذه المساعدات إليهم؟ الحديث يعني في الشارع الاثيوبي وعلى المستوى الرسمي في الاثيوبي انه يعني تحميل المسؤوليه فيما يتعلق بالحصار على الجبهه. يعني الحكومه الاثيوبيه كانت هناك 7 نقاط تفتيش وخفضتها الى نقطتين تفتيش لتسهيل مرور شاحنات نقل المساعدات. هذا اولا. الامر الاخر يعني ايضا فتحت المجال الجوي وسهلت امكانات وصول المنظمات الدوليه، وايضا يعني اعطت صلاحيات للمنظمات الدوليه حتى تقدم. لكن الجبهه الشعبيه لتحرير، هذا حسب انقل الروايه الاثيوبيه، الجبهه الشعبيه لتحرير تيغراي تقوم بالاستيلاء على هذه المساعدات وتجهيرها للمجهود الحربي، وتقوم باستخدام شاحنات النقل لنقل العتاد ولنقل الجنود، وتمنع عودة هذه الشاحنات للقيام، يعني وبالتالي يكون الحل بقطع هذه المساعدات حتى لا تستخدمها جبهة تحرير تيغراي ويتضرر السكان المحليون هناك. فبالتالي ما قلت لك يعني، فبالتالي الجبهة هي التي قطعت هذا الطريق ومنعت وصول هذه الشاحنات حتى تضغط على المجتمع الدولي وتضغط ايضا على الشعب. طيب. لكي يقوم يعني ينضم الى العمل المسلح ضد الحكومه الاثيوبيه. انا قلت لك هذا اخي الكريم، هؤلاء اهلنا واخواننا واشقاؤنا، هم الضحايا، هم الضحايا المدنيون، والجندي الذي يموت من الاثيوبي سواء من تيغراي او في اي مكان، هؤلاء جميعا اهل يعني. فبالتالي يبقى هم الضحايا في كل، يعني نتمنى أن يكون هذا المعنى هو المعنى السائد، بأن الجميع يتحدث عن الأهل، عن الإخوة بين جميع هذه الأطراف. ربما سيؤدي ذلك بشكل وآخر لإيقاف هذا الدم. أستاذ سعاد، الآن الحديث عن تقدم كبير لجبهة تحرير تيغراي وحديث عن وصولها أو قرب وصولها إلى العاصمة، وهذا التحشيد العسكري بالإضافة إلى الاتهامات للجبهة بأنها هي التي تقطع المساعدات للسكان المحليين هناك. لماذا لا تلتزم بدورها على الأقل بضبط النفس كما تدعوها الدول الأخرى، وبالتالي يعني تبطل الحجة التي تلتزم بها حكومة آبي بأنها هي التي تقطع المساعدات وهي التي تثير هذه الحرب وهذه المواجهات؟ أخي الكريم، يؤسفني أنه أقول لك أنه لا صحة له هذا الكلام، بالدليل على أنه لما دخلوا TDF أو قوات تيغراي على مناطق أمحارة كان هناك منع بإعطائهم مساعدات كانت موجودة من قبل، فتحوا لهم ووزعوا المساعدات للساكنين في الأمحارة، حتى ما أخذوه لتيغراي إنما أعطوهم للأهل اللي موجودين هناك في الأمحارة، وهم ليس لديهم أي مشكلة لإيصال. لو كان في مجال تفتح الطرق، كيف في جنود يحاربوك في الطريق وتقول لي انه وسمح لهم في الجويه؟ متى سمح بالجو؟ هو قاعد يضرب بالقنابل المدارس وكل الاماكن.
يعني كيف يسمح لنا بوصول المؤونة وهو يضربنا بالقنابل؟ فهذا غير صحيح. مع الأسف نحن الحمد لله في زمن الساتليت تكشف كل شيء، يستطيعون هذول الأمم المتحدة والقوى العالمية تقدر ترى من الذي يفعل الأشياء هذه ويقدروا يطلعوها للعالم. ما هي مشكلة كبيرة الآن، حتى لما صارت المجازر اكتشفوا مين بالضبط أي جندي إيش كان لابس، كيف كان شكله، يعني في زمن ما بيتخبى شيء. فمش معقول يعني إنه الجبهة الشعبية تمنع وصول المؤونة لأهلها، وإحنا أصلا تجراي بدون الناس إيش حتعمل لنا؟ يعني كيف نحتفظ بالأرض وبالجبال بدون الناس؟ شكرا. وإحنا ليش قاعدين نتكلم للناس؟ يعني هذا غير صحيح. يعني شكرا جزيلا. المفروض الناس يكون لها مصداقيه ولو طيب. ابي احمد يكذب من اول يوم. شكرا جزيلا على هذه المشاركه. اعتذر للمقاطعه لان الوقت انتهى. من اثيوبيا كان معي عبد الشكور حسن، ومن ستوكهولم سعاد عبدو. شكرا جزيلا لكم.